يا ترى ايه اللي ممكن يحصل لو انت اتجننت في دماغك مره واحده كده وقررت انك ما تنامش لمده اسبوع؟ اول حاجه زي ما كلنا عارفين احنا دايما بنحتاج من 8 ل 9 ساعات نوم في اليوم، وفي بعض الشغلات بتحتاج انك تقسم عدد الساعات النوم دوت على مدار اليوم. زي لو انت شغال مثلا على الطريق سواق تريلا هتضطر تقسم عدد ساعات نومك على مدار اليوم، ولو انت في كليه هندسه مش هتنام خالص. بس لو انت ما وراكش حاجه ما تشغلش دماغك وتقسم برضه عدد ساعات نومك. يعني في ناس تلاقيهم بينام 4 ساعات ويصحى ساعتين ويصحى، يعني بيتعامل مع النوم ده على انه وسط ثلاجه. لكن نرجع للمهم، وهو ماذا لو قررت انك ما تنامش لمده اسبوع؟ معرفش ايه اللي ممكن يخليك تعمل كده، بس يعني نتخيل. اعمل لايك فول الاول، مش هاخد منك 10 ثواني، وتعالى بقى اقول. اول يومين ممكن تتوقعهم عادي، انت هتحس بصداع شديد وقله تركيز وهتبقى بنعاس شديد، يعني عايز تنام. ولحد دلوقتي الموضوع مقدور عليه، يعني هم كوبايتين قهوه وحبات بنادول ونقدر نكمل عادي. بس لو قررت تكمل لليوم الثالث والرابع دماغك هيبدا يفصل منك بقى، لو انا اسف انا مش هكمل انا في العبط ده. يعني في اليومين الثالث والرابع دول هتبدا بهلوسه بسيطه، تشوف حاجات مش موجوده اصلا وهتبدا تنسى بقى. يعني ممكن تلاقي في السبع ايام اللي هتسهرهم دول في يومين ساقطين منك اصلا. هيجي لك تقلبات مزاجيه، يعني ممكن تلاقي نفسك بتضحك وتعيط وبتتوحم على فسيخ ومانجا في نفس الوقت. وبشكل عام بعد ما تعدي اليوم الثالث دماغك هيحاول يوقف المهزله دي باي طريقه، يعني هيخليك تنام غصب عنك ايا كان الموقف اللي انت فيه. لكن لو قدرت تكمل بشكل ما ووصلت لليوم السادس والسابع هتبدا تفقد الاحساس بالوعي والمكان اصلا، يعني هتبقى كانك في حلم بس انت فعليا تقريبا صاحي. يعني مش هقدر اقول قوي على الحاله اللي انت فيها دي انك صاحي يعني، بس فانزل اكتب لي في الكومنتات هل فعلا في سبب في حياتك يخليك تسهر المده دي. بس صلي على النبي، اشوفك الفيديو الجاي.